الدشيشة منطقة صحراوية حدودية تربط بين الأراضي السورية والعراقية، مما جعلها هدفاً لتنظيم داعش الإرهابي، كونها تعتبر ممراً يسهل عليه نقل مرتزقته ومعداته بين سوريا والعراق. قوات سوريا الديمقراطية عملت على تجهيز حملة عسكرية كبيرة لتطهير الحدود السورية العراقية وقطع الطريق على التنظيم المتطرف. ففي 3 من حزيران يونيو 2018 بدأت قوات سوريا الديمقراطية حملة عسكرية لتحرير الدشيشة وما حولها، أطلق عليها حملة عاصفة الجزيرة. فإن قواتنا الآن تعلن بدء العمليات العسكرية لتحرير بلدة الدشيشة في ريف مدينة الحسكة، وبتنسيق عال مع الجيش العراقي وإسناد مباشر من التحالف الدولي ومشاركة أبناء العشائر، بدأت قوات سوريا الديمقراطية عملية عسكرية واسعة، وذلك من محوري الشداد والهون، لتحرير الدشيشة التي كانت من أهم وآخر معاقل التنظيم في ريف الحسكة الجنوبي الشرقي، حيث فرضت قوات سوريا الديمقراطية طوقاً أمنياً حول الدشيشة والقرى المحيطة بها لتضييق الخناق على مرتزقة التنظيم ومنعهم من الهروب. وبروح قتالية عالية خاض مقاتلو قسد معاركاً عنيفة مع مرتزقة التنظيم الذي أخذ بالتقهقر والفرار أمام تقدم القوات العسكرية إلى المنطقة. وبكثافة نارية واستهداف دقيق دكت قوات سوريا الديمقراطية تحصينات التنظيم الإرهابي الذي لم يتوقف عن زرع الألغام وإرسال العربات المفخخة والانتحاريين، لكن كل محاولاته باءت بالفشل أمام إرادة مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية. ففي الأيام الأولى من حملة عاصفة الجزيرة تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من التقدم بخطى ثابتة بعد اشتباكات عنيفة في قرية الحميدية التي حاول التنظيم التحصن فيها من خلال زرعها بالألغام واستخدام الأنفاق للتخفي من أمام ضربات قوات سوريا الديمقراطية، حيث تم تفخيخ مداخل القرية بالكامل في محاولة يائسة من التنظيم لعرقلة تقدم القوات العسكرية. ولكن هذا لم يجد نفعاً أمام عزيمة المقاتلين، بل زادهم إصراراً على التقدم وتحرير المناطق المتبقية لاحقاً. جندي روضة çatışmaya giderken دوی çatışmaya دجی هوارا قدرک جل و جبخانه و سقاره گرتن نزی ست کسی وان ور هبون قدرک پشتی وان و دکل چه بون لگوری آگاهی گوشمر خاطم درینداری وان جی قدرک چه بون. لتبدأ قوات سوريا الديمقراطية العمل على تأمين الحدود السورية العراقية وتطهير كامل ريف الحسكة الجنوبي الشرقي من أثر التنظيم المتطرف، حيث تقدمت القوات بشكل واسع باتجاه الحدود العراقية مرورا بكل القرى المحاذية لمنطقة الدشيشة. تم على إثرها تحرير كامل القرى والمزارع التابعة لها بمساحة تقدر بحوالي 600 كيلومتر مربع، إضافة لتحرير معبر تل صفوق الحدودي. وبعد أسبوعين من المعارك التي تكللت بالنصر، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية تمكنها من قتل أكثر من 274 مرتزق، بينهم قادات من التنظيم، كما تمكنت من الاستيلاء على ذخائر وأسلحة كثيرة والسيطرة على العربات المفخخة وتفكيكها وتدمير 8 أوكار كان يتحصن بها التنظيم. كذلك اكتشفت قوات سوريا الديمقراطية شبكة واسعة من الألغام والعبوات الناسفة أثناء زحفها باتجاه القرى المحيطة بالدشيشة، لتباشر فرق الهندسة العسكرية على تفكيكها والتأكد من سلامة الطرقات والقرى لتأمين عودة الأهالي لقراهم بشكل آمن. كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على حقلي الأزرق والمالح النفطيين اللذين استخدمتهما داعش في تمويل نشاطاتها وعملياتها الإرهابية. وفي 17 من حزيران يونيو عام 2018 زفت قوات سوريا الديمقراطية خبر تحرير الدشيشة والقرى المحيطة بها بالكامل.
أضاف هذا العمل البطولي إلى سجل الانتصارات التي حققتها قسد، والتي سارت ولا تزال على خطى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لوطنهم وشعبهم. وبالتوازي مع هجمات دولة الاحتلال التركي على طول الشريط الحدودي واستهدافها لمدن كوباني، قامشلو، منبج والطريق الدولي M4، وانشغال قوات سوريا الديمقراطية بالتصدي لتلك الهجمات، يحاول التنظيم ترتيب صفوفه والتكثيف من عملياته الإرهابية، معتمدا على الفوضى المرافقة للحرب التركية الخاصة على المنطقة، حيث أن الهجمات التركية تزداد وتيرتها على المنطقة كلما ضيقت قوات سوريا الديمقراطية خناقها على جيوب التنظيم المتطرف. وبدورها أفشلت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية كل المخططات التركية من خلال القضاء على خلايا التنظيم المتطرف واعتقال عناصرها.